يا صباح الفل أو الياسمين على أجمل متابعين في كل مكان، طبعا حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بجولة جميلة وعظيمة جدا من قدام باب زويلة أو بوابة المتولي أو باب الوزير. طبعا في مغامرة كمان، صعود فوق باب زويلة أو فوق المآذن اللي على باب زويلة. طبعا البوابات الحربية ما بيتعمل لهاش مآذن، ولكن المآذن دي بتاعة مسجد السلطان المؤيد شيخ اللي جنب باب زويلة. الناس اللي بتقول هنطلع نصور من فوق المآذن بتاعة باب زويلة. البوابات الحربية طبعا ما بيتعمل لهاش مآذن زي باب النصر، باب الفتوح، باب زويلة. خليكم معايا لنهاية الفيديو، هتشوفوا مناظر جميلة وهتسمعوا حكايات أجمل. شايفين انتوا التلات كتل حديد اللي على الحيطة دول اللي اتشنق عليهم طومان باي، واتشنق عليهم كتير جدا من الحكام. طومان باي شنقوه هنا على باب زويلة وفضل متعلق 3 أيام لحد ما دفنوه ورا مدرسة الغوري. كمان اتشنق عليها كتير جدا، زي ما قلت لكم كتير من الحكام اتشنق على باب زويلة. شايفين انتوا هنا في السقف في مركب خشبية سودة. مش عارفة انتوا شايفينها ولا لا. المركب دي كان بيتحط فيها رؤوس المعدم، يعني اللي بيتعدم او اللي بيشنقوه بيحطوه راسه في المركب ديت. واتشنق كمان على باب زويلة 6 من رسل هولاكو. كان هولاكو قائد التتار بعت 7 من رسله برسالة تهديد لمصر، فطبعا اتشنق عليهم 6 من رسل هولاكو، وبعتوا السابع لهولاكو يحكي له مهابة الموقف. أما عن المسجد الجميل العظيم ده فهو مسجد السلطان المؤيد شيخ اللي المآذن بتاعته فوق باب زويلة. ليه حكاية جميلة وقصة جميلة قوي هحكيها لكم من فوق. المسجد ده طبعا كان مكانه سجن كبير، كان مسجون فيه السلطان المؤيد شيخ، وندر ندر وقال لو ربنا كرمني وخرجت من السجن لهبني مكان السجن جامع. وأراد ربنا وخرج من السجن وبنى مكان السجن الجامع العظيم اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا المنطقة جميلة جدا، اسمها تحت الربع. جميلة جميلة بجد. طبعا بناها البوابة ديت المستنصر الخليفة بالله اللي هو بدر الدين الجمالي زي ما قلت لكم، وده مكت لبوابة المتولي. منظر البوابة جميل. طبعا انتوا شايفين البوابة الحديد دي عليها آثار بعض الخيوط كده والحبال، كانت اللي بتتأخر في حملها أو بيتأخر زواجها كانت بتربط خيط أو فتلة، زي ما انتوا شايفين آثار الخيوط على البوابة الحديد، اعتقادا ان ربنا هيكرمها. ربنا يقوينا بقى ونطلع البرج العظيم دوت واصور لكم من فوق. بجد جميل جدا جميلة جدا المنطقة وناسها الطيبين بجد. الفيديو أنا واثقة إن هيعجبكم. طبعا هنا طلعنا 77 سلمة وبمثابة 3 أدوار، ولكن المنظر من فوق يستحق المجهود فعلا. أنا هنا طبعا فصلت الصوت عشان الهواء كان شديد جدا فوق، فكان مغطي على صوتي. بجد هنا طبعا القبة اللي ورايا دي قبة السلطان المؤيد شيخ. وهنا طبعا المآذن دي انا مش هقدر اطلعها، ولكن في اخر الفيديو رامي هيطلع يصور من فوق. منظر جميل جدا. يعني بجد انا عارفة ان الفيديو يستحق المشاهدة يعني. في هنا طبعا يصعب عليا ان اقول المناطق العشوائية لاني ناسها طيبين جدا. وهنا طبعا انا حاولت ان انا اتمشى كده واصور لكم مدخل البوابة من فوق. بجد كانت متعة متعة بجد. المكان يستحق الزيارة بجد يعني. شايفين جمال المنظر؟
هنا ده بقى مسجد السلطان المؤيد. طبعا المناطق العشوائية دي على اليمين فمبوظة المنظر الحضاري الإسلامي الجميل دوت. ده بقى مسجد السلطان المؤيد شيخ. طبعا السلطان المؤيد شيخ دوت كان حب جارية من جواريه ذات حسن وجمال، فجه ابنه حبها. فطبعا لما عرف ان ابنه حبها حب يتخلص من ابنه، فراح حاطط له السم في الاكل. فلما السم خد وادى في ابنه صعب عليه، بعته مستشفى في اسوان عشان يتعالج، ولكن ربنا ما أردش وتوفى، فدفنوا تحت القبة. فقال كمان لو جرالي حاجة ومت فادفنوني جنب ابني تحت القبة، عشان من هنا كده انطبق المثل اللي بيقول فاكرين تحت القبة شيخ. يعني بمعنى لما نحب نقلس على حد ونقول ده عامل فيها شيخ وهو مؤذي أو بيجيب سيرة الناس أو بيقتل أو بيعمل أي حاجة وهو قدام الناس شيخ، فانطبق المثل اللي بيقول فاكرين تحت القبة شيخ. هنا بقى المنظر ده، يعني كنت خايفة وانا نازلة، ولكن رامي كان معايا مشجعني عشان اصور لكم كل حتة من داخل باب زويلة. بجد جميلة مصر بأثرها بحضارتها، حاجة جميلة جدا بجد. اللي معايا لحد دلوقتي ونسي يحط اللايك، يلا حط اللايك بتاعك الجميل وكومنت حلو زي ما أنا متعودة منكم، أجمل ناس في الدنيا. المنظر بجد كان جميل جدا، يستحق المجهود ويستحق الصعود لفوق باب زويلة. شايفين انتوا المكان دوت، المكان ده بجد يعني لو بصيتوا معايا لتحت كده هتشوفوا في ناس ماشية من تحت المكان ده، والفتحات دي كانوا بيصبوا الزيت المغلي على الأعداء وهم ماشيين. وده مسجد السلطان المؤيد شيخ اللي جنب باب زويلة. هي سميت بباب زويلة على اسم قبيلة زويل، القبيلة المغربية اللي جت سكنت هنا في المنطقة ساعتها، عشان كده سموا باب زويل على اسم على اسم القبيلة ديت يعني. هنا بقى رامي طلع فوق المآذن وصور المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وكده وصلت معاكم لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم. أجمل ناس في الدنيا، انتظروني في جولة جديدة أو فيديو جديد. بشكركم جدا على حسن المشاهدة. بحبكم في الله.